لا، مش مكرونه بشاميل ومش نجرسكو. دي صينيه تجنن، مكرونه بالبروكلي والفراخ. لو ما بتحبوش البروكلي هيعجبكم بالطريقه دي. سلقت المكرونه وحطيت مكعب زبده حلو كده، ونزلت عليه مكعبات فراخ متقطعه صغير، وشويه اوريجانو او زعتر وملح وفلفل وفصين 3 توم كده وبس. هتستوي على طول كده ومتاخدش وقت. هننزل عليهم بروكلي مش مسلوق ولا اي حاجه خالص، مع مكعب زبده حلو كده، ونقلبهم ونغطي عليهم بس 5 دقايق. هنعمل البشاميل، هنحط زبدة وعليها دقيق، والمقادير تحت مكتوبة عندكم، واللبن، ونقلب كويس قوي. اهم حاجة الزبدة تدوب الاول مع الدقيق، وننزل اللبن بعد كده كله ونقلب، ونحط ملح وشوية جوز الطيب بس ونقلبهم كمان. وبصوا القوام بتاعه عايزاه مش تقيل ابدا، لانه لما بيبرد بيتقل زي ما انتم شايفين كده. نزل عليه كوبايه موتزاريلا ونقلبهم يسيحوا مع بعض. بعد كده في بايركس عندي هحط المكرونه المسلوقه وعليها شويه من البشاميل مش كله، وهنزل الفراخ بالبروكلي ونقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعد كده نحط شويه موتزاريلا تاني، نحط بقى على الوش البشاميل، وندخلها الفرن بس كده 10 دقايق. بس قبل ما ندخلها رشة بابريكا كده على الوش. وبصوا بقى الجمال، تتعاكس من دفاها وحلاوتها. لازم تجربوها، هتعجبكم جدا. دي صينية الدفا سوبر قمر، مش كده؟ بون ابيتي.